الفيديو ده انا عامله عشان اوريكم الديكور الفظيع اللي انا عملته اللي انا دافع فيه دم قلبي. فالفيديو ده نازل على قناة المشاكل، وانا اقصد انزله على قناة المشاكل مش القناة الكبيرة، عشان القناة الكبيرة هينزل عليها روايات. فالفيديو ده انا عامله عشان اقول لكم ان انا اخيرا رجعت، والفترة دي رجعت بانتظام، لان انا دافع في الاضاءة اللي ورا دي تمام، شوية الخشب دول والجنبين والاضاءة اللي هي في الجنب واللي فوق دي واللي ورا الدروع، الحاجات دي مدفوع فيها فلوس. فانا قررت ان احنا نرجع هنعمل روايات، وبحاول بكل الطرق ان كل اسبوع انزل روايتين او 3 روايات. فالقناة دي يعني كنت بسأل نفسي دايما سؤال، هو الشخص المشهور ده الطبيعي بيكون مشهور ازاي؟ فانا اكتشفت ان انا مشهور عشان عندي موهبة، وهي ان انا بقول روايات وطريقة السرد بتاعتي حلوة وهكذا. تمام. يعني في عكس ناس تانيين مش بيكون عندهم حاجة يقدموها، فبيبدأوا يقدموا نفسهم كحاجة، فانت تدخل بتبقى يعني داخل هم من الاخر شغلهم ان هم يروشوا. فانا مقتنع ان الشخص المشهور ده لازم يكون في حاجة بيقدمها، او حاجة يعني حاجة يستغلها. فانا عندي موهبتي والحمد لله ان انا بستغلها يعني. فانا قررت قلت ايه، بما ان المفروض الشخص اللي بيقدم محتوى لازم يكون عنده محتوى يقدمه. انت هتلاقوني مسقط بس انا عشان مطبق تمام، يعني هتلاقوا كلام فلبيني شويه بس ده عشان مطبق. فانا قلت ايه، ان احنا يعني ان انتوا تقترحوا لي. انا دلوقتي كنت بعمل 3 حاجات تمام، بنزل روايات فيديو، دي اللي هي الروايات اللي بتبقى جزء واحد، رواية كاملة زي رواية ورد مثلا تمام، ممكن تبقوا تدخلوا تسمعوها. وأوقات بنزل روايات صوت، رواية الصوت بتكون أجزاء تمام، يعني رواية صوت مش فيديو زي ده كده، لا صوت بس بتسمعوا صورتي محطوطة، ده كان أجزاء. بس لما قعدت مع نفسي كده قلت طب ما انت كنت بتعمل برضه فيديوهات حل مشاكل، فليه ما تخليهاش فيديو مثلا، روايات فيديو بس مش هنزل روايات صوت اللي هي الأجزاء، هنزل رواية جزء واحد وتكون فيديو زي ده كده بس فيديو تمام، وننزل فيديوهات حل مشاكل برضه. فأعتقد إن ده هيبقى شيء لذيذ جدا إن احنا نبدأ بيه أو نرجع بيه تمام. بس انتوا يبقى مطلوب منكم حاجة واحدة بس، عشان أنا يعني أنا دايما بتجيلي إنذارات أو تحذيرات رسائل يعني على الجيميل: عزيزي الكاتب إسلام محمود، متابعونك يشتاقون إليك. وأنا خليهم يشتاقوا. عزيزي الكاتب إسلام محمود، أنت لم تنشر شيئا منذ 5 أشهر. يا عمي مش هنشر. فلو أنا كان جالي إحباط فظيع من موضوع إن أنا أرجع للروايات وكده. وده لأن يعني أنا في عيب إن أنا اشتغلت في حاجات تانية غير اليوتيوب وكده تمام. ف بقيت بحس إن إيه استنى معلش، إن مجهودي على الفاضي. يعني مثلا بقعد مثلا 6 أيام أكتب في رواية تمام، واقعد مثلا واقف 6 7 ساعات اسجلها، واقعد مثلا 5 6 ساعات برضو امنتجها، وفي الاخر مثلا ايه جابت 2000 او 3000 مشاهدة. طيب ده ليه؟ لان انا مش، انتوا يعني انتوا نص السبب وانا نص التاني. انا نص السبب لان انا يعني مش بنشر دايما، مفيش استمرارية. وده خلاص احنا قررنا ان احنا هننزل 3 روايات في الاسبوع، فالاستمرارية بقت موجودة. والحاجة التانية منكم ان انتوا مش بتشاركوا الروايات مع اصحابكم مثلا او كده عشان نرجع التفاعل والحاجات دي. انا ما بحبش الشحاتة والجو ده. بس انا حبيت اقول لكم يعني ان احنا يبقى فيه لما كل رواية تنزل هيبقى فيه طلب بسيط ان انت تعمل رواية مشاركة وتبعتها واتس لاصحابك، تنشرها ستوري اللي هو دي رواية كذا كذا للكاتب اسلام محمود، مش اكتر من كده. وانا هحاول بكل الطرق ان انا انشر على كل الحاجات ان انا نزلت روايات جديدة وهكذا، وان في روايات جديدة. بس فهو ده الفيديو تمام. وفي حاجة مهمة، لو حد فيكم عنده مشكلة تمام اكتبها في تعليق، وهيبقى كل يوم برضو في فيديوهات حل مشاكل، يعني بشكل يومي ننزل فيديوهات حل مشاكل. طيب اسلام انا مش هينفع اكتب مشكلتي لان مشكلتي خاصة جدا وعالية جدا واخاف حد يدخل يضايقني. انا مختار الموضوع ده، احنا بنعمل الموضوع ده من كام سنة عشان هنا في اليوتيوب مش مسموح ان اي حد يدخل يبعت لك رسالة. يعني في اليوتيوب مفيش تواصل، مفيش ان انت تدخل تدردش مع حد تمام. فانت بتكتب مشكلتك وانا بدخل بعدها بفيديو، بمسك الموبايل واقرا المشكله وبرد لك عليها بعدها بيوم تمام. بس هي دي الزتونه كلها. فاتمنى ان انا ايه بقى، يعني مش عارف اقول ايه والله بصراحه انا مش بعرف اجامل. يعني ده من ضمن الاسباب ان انا مش عارف اروح معرض الكتاب، لان انا مش متكلم اصلا. انا يعني انا مش بتكسف، يعني تقدروا تقولوا ان انا بتكسف، لو حد غريب عليا ما بعرفش اتكلم وكده. فده من ضمن الاسباب. بس عموما يعني انا مبسوط ان انا راجع، فرحان جدا ان انا راجع للروايات ومجهز لكم كام روايه جامدين قوي بصراحه.
وان شاء الله هعمل جروب. تمام، الجروب ده هضيف فيه 5 أو 10 اشخاص. ال5 أو 10 اشخاص دول هنتناقش مع بعض كده في افكار الروايات، عشان مش عايزين نضيف حدث او حاجه ضفناها في روايه قبل كده. تمام، عايزين يبقى الشغل كله او الروايات اللي نازله كلها بحاجات ما انضفتش قبل كده برضو. بس فده من ضمن الحاجات. فانت لو عندك مشكله اكتبها في تعليق. لو حابب تنضم لجروب من الجروبات هتلاقيني سايب لك رابط. الرابط ده بتاعي على ده رابط تواصل معايا على الانستجرام. ادخل ابعت لي رساله يقول لي يا كاتب عايز انضم للجروب. تمام. وبس كنت عايز اقول لكم حاجه كمان، معلش، ثانيه. انا رجعت اوزع روايات تاني. دي روايه ورد، دي فيها الجزء الاول والتاني. انتوا سمعتوا الجزء الاول فتقدروا يعني، لو ما سمعتش الجزء الاول ادخلوا اسمعوا عادي. ودي فيها الجزء الاول والجزء التاني كتاب. تمام. ودي بالنسبه لي دي احلى روايه انا كتبتها. دي روايه هدوء، مش عارف ايه باين لكم ولا لا البوستر بتاعها. تمام. ودي روايه ورد، اعتقد كلكم عارفين ورد يعني. فدي نزل منها المقدمه بتاعتها، عشان ناس كتير بتقول انت نزلتها وما نزلتهاش. لا، او انا ما نزلتهاش، دي المقدمه بتاعتها. فلو انتوا حابين تشتروا الروايتين هتدخلوا تبعتوا لي رساله هنا. تمام، ابعتوا لي رساله، كلمني على البرنامج اللي اقدر، وبعت لي رساله اقول لي يا كاتب عايز اشتري الروايه دي. سعرها 50 ودي سعرها 50 والشحن 70 جنيه. ليه 70 جنيه مش 50 زيهم؟ والله انا كنت بشحنها ب50 وبقل من كده كمان، بس عشان انا ببعتها بريد سريع. تمام، بتوصل لك لحد باب البيت وبتوصل لك بعد يوم او يومين. فالبريد غلى السعر. انا مثبت سعر الروايات ده من كام سنه يعني. لو دخلتوا على رواياتي من 5 سنين هتلاقوهم بنفس السعر. بقول برضو في اخر الفيديو على سعرهم. فلو انتوا حابين تشتروا الروايات هتكلموني على الرقم ده، ابعتوا لي رساله ان انتوا عايزين روايات، وهتلاقوني دلوقتي سايب لكم 4 روايات. تمام، اسمعوا بقى اللي يعجبكم فيه. سلام. ما تنسوش لو انتم مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس. تمام، بس سلام.